السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير عملائنا الكرام، اخواتي واصدقائي الفنيين. النهارده هتكلم على مشكله اللي هي اخراج الظرف الخارجي بتاع البليه لما بتكون البليه فرطه بالشكل ده. فدي عايز اقول انها كانت حاجه بتتعبنا قوي في خروج الظرف الخارجي او الداخلي، وخصوصا في بعض الموديلات، يعني مثلا زي الموديلات الكومفورت، لان القاعده بتاعه البلي اللي هي في الحله الخارجيه كانت مشكلتها انها بتبقى اعلى، الشفه بتاعتها اعلى من جلسه البليه، اعلى من سمك البليه نفسها. فطبعا لما بنيجي ندق بسمبك من جوه ولا بندق بمفك رفيع من جوه ما بيطولش، ما بيحملش على الشفه دي خالص، فكان بينزل على الفاضي. تمام. ففضلت احاول في كذا محاولة كده وعملت كذا حاجة، بس للأسف ما فيش حاجة فيهم ادتني النتيجة اللي انا عايزها بالظبط، لغاية ما ربنا كرمني بفكرة كده كويسة. ده بالنسبة لاخواتنا الفنيين. العملاء بقى، يعني انتوا عشان تبقوا فاهمين فكرة البلية نفسها، دي شكل البلية العادية، اي بلية ظرف داخلي وظرف خارجي، والبلية بتلف دي مع يعني الخارجي بيلف ان كان هو اللي متثبت، او الداخلي اللي بيلف ان كان هو اللي على العكس. تمام. المهم عشان بس ما اطولش عليكم، الفكره كلها ان انا محتاج دلوقتي حاجه تمسك الظرف ده وادق عليه عشان تطلع. الاول كنا بنضطر ان احنا نلحم حته حديده كده، ناخد الحله كلها ونروح عند اي حداد عشان نلحم حته حديده من جوه بالحام الكهرباء، ونبدا ندق على الحديده من الناحيه التانية عشان تاخد الظرف وتطلع. طب وقعنا كذا من مرة في مشكلة، مثلا في أماكن كومباوند أو حتت مثلا مفيش فيها حدادين، أو صعب إن أنا ألاقي حداد، فكنا بنضطر إن إحنا نرجع بالحل عندنا المركز عشان نلحم حديدة ونرجع. قصة يعني كانت بتضايقنا أوي، يعني بسبب حاجة بسيطة زي كده. المهم النهاردة أنا جايب لكم فكرة جميلة أوي عشان نبعد عن المشاكل دي كلها، وهي الزرجينة دي. الزرجينة دي فكرتها جميلة، بحيث ان انا دلوقتي كل الفكرة بتاعتي ان انا بحمل دي زرجينة عادية، عملتها بمسمارين حديد محملين، مسامير حديد محملة. تمام. فكرتها كلها ان انا لما بربط المسمار ده بيفتح الرجلين دول عن بعض، تمام، جامد قوي، وبيحمله جوه الشفة الداخلية اللي هي جوه اللي بيمشي عليها البلي، جوه الشفة الداخلية اللي بيمشي عليها البلي دي، من هنا ومن هنا. لو انا فكيت دلوقتي قدام منكم المسمار ده اهو، زي ما انتم شايفين، انا مثلا لو مجرد ما انا فكيت اهو واروح مطلع ظرف البلي عادي، انتوا لو واخدين بالكم اهو، دي شفه من هنا انا عامل المسمار بطريقه واكله بالصاروخ من هنا. اولا مطير راس المسمار خالص، هو مسمار مسدس عادي، طيرت راس المسمار خالص الدوران، وانا حتى حته من هنا بحيث ان الشفه دي هي اللي بتحمل معايا البلي، والناحيه دي نفس القصه. تمام. وكنت مهتم قوي ان الداير ده يخش في البلية، اصغر بلية عندنا اللي هي الستة 203، ده القطر بتاع البلية، الستة 203 اصغر بلية يعتبر بنشتغل بيها في المقاسات بتاعتنا. تمام. فكنت مهتم ان انا لما اجي احط ده على ده، هو نفس الظرف الخارجي، كنت مهتم ان هو في الاخر يبقى نفس المقاس ده. تمام. وباجي طبعا من هنا في مسمار خرمته للاخر والوظته بدقر الوز 8 مللي عشان اربط فيه مسمار اللي هو راسه 13 جسمه 8 مللي. ومن هنا عملت زي زومبا، المسمار يلف جواها على الفاضي علشان يزق دي عن دي. تمام. وفي الوقت نفسه حبيت ان انا يعني استغلها في الاتجاهين، قمت عامل ايه، بدل عملت الشفتين اللي هما من بره دول، تمام، وقمت عامل شفتين تاني من جوه من هنا ومن هنا، وبرضه عملت زومبا في المسمار ده، بحيث ان انا في اي وقت لو السن ده حصل فيه حاجة، ومع ان ده صعب جدا لانه محمل وصلب، افك الصمولتين دول، تمام، واقلب المسامير دي، هيبقى العكس بتاعها. يعني انا كده هستغل الشفتين اللي من هنا واللي من هنا، هقلب المسامير دي من هنا ومن هنا، تمام، هتشتغل معايا.
الفكرة كلها ان انا جبت حتتين حديد صغيرين المقاس ده كده اهو، تمام، وهنا خرمتهم وخرمت المسمار من هنا ومن هنا، تمام. مقاس بجنطة 8 مللي عشان يبقى حر، وركبت مسمار 6 مللي بالصامولة هنا وهنا. وبعد ما ركبت الناحيتين كده تمام، قمت جايب حتة حديدة تانية من فوق كده مربعة، وقمت لحمها هنا وهنا، ولحمت برضو الجناب دول بحتتين تاني زي ما انتم شايفين كده. الفكرة يعني فكرة بسيطة ولذيذة، تمام. وحلت معانا بجد أزمة غلسة قوي، حتة إن احنا ندور على حداد دي كانت بتبقى يعني مشكلة بتضايقنا يعني. وفي الآخر أهو زي ما انتم شايفين هدخل البلي اهي كده. طبعا البلي هتقع لأن هي مش دراع مفكوك اهو. مجرد ما أنا هربط كده اهو بالمسمار زي ما انتم شايفين، تمام. ادي المسمار اهو ربط جوه الفتحه اللي انا عاملها. مجرد ما هقرب كده خلاص، كل ما انا بقرب كل ما الشفتين دول مسمار بيحمل جوه الشفتين دول بالطريقه دي اهو، تمام. وبمنتهى البساطه بقى باي اجنه رفيعه عندك، مسمار تخين، حاجه، هتدق هنا وهنا، دق هنا ودق هنا، ان شاء الله هتلاقي البليه طلعت معاك بمنتهى البساطه، تمام. دي بطريقه الدق هنا. لو مش عايز تعمل موضوع الدق ممكن بطريقه تانية، هتجيب مثلا 5-6 بليات قدام عندك مقاس واحد وتدككهم جوه اكس. لحظه، وهتدككهم مثلا جوه اكس زي كده. ادي مثلا مجموعة بليات مثلا 5-6-7 يعني عشان يبقوا وزن معاك، تمام. وهتلحم الاكس ده هنا اهو بالحامل حديد، او هتلحم صامولة وبعد كده تربط الاكس ده، تمام. بمنتهى البساطة كل اللي انت هتعمله هتيجي بالبلي كده وتروح ناطر لورا، ناطر، هتلاقي ايه دي بتسحب معاك. بس انا طبعا ما حبيتش فكره ان انا اسحب بالاكس دي علشان ما ازودش وزن العده اللي معانا وشنطه العده، لان بجد يعني وزن شنطه العده بالطريقه دي زاد قوي مننا، والاحمال بقت كتيره في الشيل وفي الحط. فكده الحمد لله انا دي كده عجبانه، او بشاكوش اللي بنعمل بيه هننطر البلي، تمام. دي كانت النهارده الفيديو بتاعنا بالفكرة دي، والحمد لله يعني انا جبت لكم اخر فكرة وصلت لها، واجمل فكرة اشتغلت معايا بطريقة حلوة قوي قوي قوي، بخلاف ان انا بجد عملت كذا حاجة قبل كده وللاسف ما نفعتش، ما جاتش زي ما انا عايز، ما كانتش عملية قوي زي دي، تمام. وهي زي ما انتم شايفين كلها يعني مش مكملة كف الايد، تمام. اهم حاجة انت بتشتغل عليها قوة المسمارين دول، دي اهم حاجة يعني. ما تستقلش في المسمارين دول، انضف مسمارين هم دول كل الفكره. وزي ما انتم شايفين اهي، والحمد لله كده الدنيا هتبقى تمام. اخوكم مهندس مجدي مكرم، 012-2-45-42-034. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.